شايف من يجيك هذا الشعور اللي تحس بيه انه انت اكثر انسان مر بمشاكل بهالدنيا وما حد يتحمل بقدك، واكو ناس يفكرون انه يأذون نفسهم من يجيهم هذا الشعور. السلام عليكم. اي انسان بالدنيا معرض لمشاكل وضغوطات الحياة، وكل انسان ظروفه تختلف عن انسان ثاني، يعني اللي انا مريت بيه يختلف عن اللي انت مريت بيه، لهنا متفقين وامورنا طيبة. اكو ناس وخصوصا الشباب من يمر بموقف صعب او مشكلة معينة يحس روحه انه وصل النهاية مسدودة وبعد ما عنده اي حل، ويفكر انه يأذي نفسه. صدق تحكي؟ اي والله صدق احكي، وهسه اثبت لك شلون. بسنة 2021 بالعراق انتحر 772 شخص، وبسنة 2022 زاد هذا العدد إلى الضعف تقريبا، صاروا 1128 حالة انتحار، ونسبة كبيرة من هذول شباب وبعدهم ببداية حياتهم. يعني صراحة صدق شغلة مؤذية. يعني خليني أسألك سؤال، شنو أغلى شيء عندك بالدنيا؟ سيارة؟ بيت؟ ذهب؟ فلوس؟ مشروع؟ نفسك؟ اي نفسك، لان هذا الجسم امانه من رب العالمين انطانا اياه حتى نحافظ عليه ونعيش بيه هاي الحياه. صدقوني كل مشكله بالدنيا والها حل، بس لازم تفكر بعقل وابد ما تفكر انه تاذي نفسك. مشكله بفلوس، مشكله بدراسه، كل مشاكل الدنيا الها حل، والحل هنا. الله انطانا هالعقل اللي هو اعظم جزء بجسمك وبيه امكانيات غير محدوده، فلازم نستغلها. لازم تتوكل على الله وما تخلي الشيطان يلعب بعقلك، ولازم تبدي بحل المشكلة شوية شوية وتهدأ وتفكر بعقل، وصدقني وراها راح يطلع وياك حل. ما قدرت تحلها استعين بأي شخص قريب عليك. ما لقيت أحد قريب عليك، ربك موجود، ادعي وتوكل على الله، وصدقني رب العالمين راح يحلك كل المشاكل. بس لا تفكر تأذي نفسك. حكينا بهاي الحلقة بأذية النفس لأن أنا واحد من الناس وصلتني هواية مسجات من شباب بعدهم عمرهم صغير ودا يفكرون بشكل جدي انه يأذون نفسهم لان يأسوا من كل شيء. حكينا سوا وحلينا مشاكلهم سوية وتراجعوا عن هذا التفكير، وبعد ايام دزولي النتيجة انه هم ابتعدوا عن هذا التفكير ابد وعاشوا حياتهم طبيعي، وكانوا مستغربين من الغلط اللي هم سووه. الله يحفظكم ويبعد عنكم فكرة أذية النفس. اريد تكتبوا لي بالتعليقات اذا مريتوا بهيجي تجارب وشنو رأيكم بالموضوع. شوفكم بحلقة جاية